الكابتن محمد رمضان بيقبل اعتذار كهربا ويعفو عنه، وكمان الغرامة بتتخفض للنص. نادي الزمالك بعد ما كسب السوبر الافريقي ولا اكنه استفاد من حاجة، وعقوبات بالجملة من اتحاد الكرة الافريقي. وصول بعثة نادي العين الاماراتي الى مصر، وتطورات جديدة في ملف لاعبي نادي الزمالك. بيكم في استوديو الكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي الفيديو، فضلا وليس امرا، تعمل لايك تعمل شير للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. نبتدي بموضوع كهربا بعد ما خلاص كان عليه غرامه مليون جنيه، وقرار بترحيله فورا لمصر، وان هو ما يبقاش موجود ولا يكمل مران ولا يحضر مباراه السوبر المصري بعد التجاوز اللي حصل في حق الكابتن محمد رمضان ومارسيل كولر. تدخل كل اللعيبه بقى، كباتن الفرقه الشناوي وقفشه ورامي ربيعه واكتر من لاعب عشان يعفوا عن كهربا. فلما ابتدوا يتكلموا مع الكابتن محمد رمضان وهم في الامارات، لسه طلب منهم ان هم يحققوا السوبر وهو يفكر في الموضوع. وبالفعل لما النادي الاهلي حقق السوبر وفاز على نادي الزمالك في السوبر المصري، كابتن محمد رمضان عقد جلسه مع كهربا وفي حضور مارسيل كولر، وتقبل اعتذاره بعد ما ورا كهربا بعت رساله اعتذار قبل ما السوبر المصري نفسه يتلعب. بعت الرساله دي للكابتن محمد رمضان على الواتساب، وقبل اعتذاره، وتم تخفيض الغرامه مليون جنيه للنص 500 الف جنيه. وكهربا شارك في المران الجماعي للنادي الاهلي النهارده، ان كهربا ما كانش موقوف عن اللعب. كهربا توقع عليه غرامه بس، وترحل مش واتمنع من المشاركه من مباراه السوبر الافريقي، عشان كهربا يكون كارت مهم جدا لكولر في مركز الهجوم اللي عنده فيه اكتر من مشكله مع اقتراب مباراه العين الاماراتي اللي هنتكلم عن تفاصيلها كمان شويه. طيب، كهربا كولر مبسوط جدا على فكره بعودته، متحمس لمشاركه كهربا لانه مهم جدا فنيا في الفتره اللي جايه ليه. نادي الزمالك بقى، ودخلنا في ازمات نادي الزمالك المستمره بسبب تهديد نادي الزمالك بالانسحاب من الملعب وخروج اللعيبه بقياده شيكابالا لخارج الملعب. الاتحاد الافريقي وقع عليهم غرامه 300 الف دولار، مع يتقسم فورا منهم 200 الف دولار و100 الف دولار تفضل معلقه لحين اخذ الامر النهائي في الموضوع. وتوقيع غرامه على ناصر منسي، اولا عشان الاشاره اللي هي علامه الذبح اللي عملها للجمهور ديت. ايقاف 3 مباريات وغرامه 10000 على الانسحاب. ايقاف و3 مباريات وغرامه 10000 جنيه، ده غير الغرامه السابقه اللي كانت موجوده على الزمالك ب 200 الف دولار. يعني نادي الزمالك ال 500 الف دولار بتوع السوبر راحوا منه بالكامل، وكمان دفع عليهم. نادي الزمالك ما شاء الله على طول متلاحق بالمشاكل. نادي الزمالك بقى الفتره الاخيره هو حديث الساعه والكره الافريقيه بالكامل بالنسبه للمشاكل، حدث ولا حرج. عندنا مشكله عدم الانضباط برضو اللي حصلت في الامارات، ولا وزير سادد ولا سفير سادد، محدش نافع نادي الزمالك، لان الامارات منضبطه قانونيا بطريقه مش طبيعيه. بس برضو ده يخلي الموضوع شكله غريب شويه، ان مفيش اي حتى تدخلات سياسيه او سياديه دخلت لحل الامر، لان هم في الاول وفي الاخر ممثلين للكره والرياضه المصريه. فالموضوع بقى شكله وحش قوي وسيء قوي الصراحه. فمش فاهمين الان والمشكله فين. ما كان في راجل لعيب كوره تجاوز في حق برضه فرد امن، توقع عليه غرامات بمجموع 150 ألف دولار و75 ألف دولار، اتمنع على المشاركات 3 مباريات. ليه الموضوع دخل حيز أكبر؟ مش فاهم المشكلة فيها. إن في تفصيلة غريبة، عدم الالتزام موجود، بس ليه الإطالة ما تفهمش. المحاكمة 29 أكتوبر لا جديد، وده برضو يوم مباراة الأهلي والعين الإماراتي. ما تفهمش التفاصيل رايحة فين. في نفس الوقت نادي العين الاماراتي وصل النهارده، وكان استقباله لجنه من النادي الاهلي بقياده الرئيس التنفيذي لشركه النادي الاهلي الدكتور سعد، واكثر من عضو من مجلس اداره النادي الاهلي على راسهم الكابتن حسام غالي. وكان استقبال محترم، والنادي الاهلي فتح لهم قاعه كبار الزوار وقايم بالواجب وزياده مع اداره نادي العين الاماراتي ولاعبيه، عشان يكون حسن الضيافه وحسن الاستقبال على اكمل وجه. وعلى فكره نادي العين بكره ان شاء الله هيبتدي اول تدريباته على استاد القاهره رسميا تحضيرا للمباراه اللي هي يوم 29 كمان. خلاص ما فيش اي وقت، والنادي الاهلي لازم يكون يعني على اهبه الاستعداد زي ما بيقولوا. ماتش هيبقى صعب جدا 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 جدا. الكره في الملعب. نادي العين نادي قوي ولاحترامه على مستوى الاسيوي والمستوى العربي، نادي فيه نجوم كتيره ولاعيبه كتيره. النادي الاهلي برضو الموضوع مش صعب عليه. النادي الاهلي ملك البرونزيات، ونتمنى الموضوع يتغير. الماتش ده ب 2 مليون دولار. يعني البطل اولا الماتش ده هيبقى فيه وقت اضافي لو استمر بالتعادل، وبعد كده ركلات جزاء. اول حاجه في تتويج وفي لقب. اللقب اللي هيكسب الماتش دوت ان شاء الله النادي الاهلي هيبقى بطل اسيا وافريقيا واوقيانوسيا. تمام. طيب النادي الاهلي كسب، حصل على 2 مليون دولار، وهيلعب يوم 14 الجاي مع الكسبان من بطل امريكا الشماليه والجنوبيه يوم 14 في استاد
9-4-7 في الامارات على اول حاجه الماتش الحاسم. الماتش ده اللي هيكسبه لو النادي الاهلي كسب ولاعب بطل الكسبان من امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، اللي هيكسب منهم هيقابل ريال مدريد في المباراه النهائيه. وكل مباراه تعد بطوله منفصله ليها الجوائز بتاعتها وليها التتويج بتاعها. ونتمنى النادي الاهلي المره دي يعملها باذن الله ويروح للنهائي. الشكل المختلف مطلوب والتتويج مطلوب، ونتمنى الاداء العالي للنادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي على تحضيرات قويه. نتمنى عوده المصابين، اشرف داري، وسام ابو علي، رامي ربيعه، عندك اجهاد للعيبه كتيره. نتمنى التحضير يكون على اكمل وجه. التحضير النفسي المباراه مهم، ان كولر والجهاز الفني يذاكروا نادي العين، الفريق الهجومي الشرس جدا على ارض الملعب بقياده سفيان رحيمي اللي حدث ولا حرج، الهداف الجبار اللي كان وارد انه يبقى في النادي الاهلي بس جه مكانه بيرس تاو. سفيان رحيمي لو كان عندك بقوته وجبروته يعني وينج ماشي، فرود ماشي، عيش يعني، مهاجم جبار صراحه، كان هيفرق كتير مع النادي الاهلي. مشكله بعد كده، بعد ملف مباراه العين والنادي الاهلي ومشاكل نادي الزمالك اللي حصلت كتيره، هي عدم الرضا العام سواء من الجمعيه العموميه لكره القدم المصريه ولا الجماهير المصريه، للسبب ازمه عدم الانضباط في كل الانديه وكل المباريات اللي بقت تحصل، وخصوصا في نادي الزمالك وخلافه. اي نادي يهدد بالانسحاب، اي نادي واي لاعب في اي نادي يخرج بالفاظ خارجه، لا في عقوبات ولا في دنيا ولا في اي حاجه. انت شفت الاتحاد الافريقي يا دوبك نادي الزمالك خلص مباراه قرارات قويه حاسمه انهي الامر، انما احنا الموضوع بيتساب ويتهدر دمه زي الفل ولا اي حاجه. في غضب عام على الموضوع. اتحاد الكره اللي بوخ في كل حاجه، لا ليه يعني انا اسف موقف ولا ليه اي حاجه ولا ليه قرار. اي حاجه تحصل صباح الفل زي الفل، ولا اي حاجه ولا اي تفصيله. ادي الموقف اللي حاصلين فيه اللي واقفين فيه في وسط الدول العربيه كلها والعالم كله. لاعبتنا محبوسه بسبب تعودهم على عدم الانضباط. لو هم متعودين على الانضباط ما كانش حصل منهم الخروج عن النص اللي حصل دوت. بالتالي هم متعودين ففاكرين الامور عاديه، فاتحطينا في الموقف اللي حصل في الامارات والدنيا بقت زي الفل. منظرنا زي الزفت في كل الوضع العام والرأي العام وفي الامارات وفي كل الدول العربيه وفي كل الوسط الرياضي. نتمنى يعني يبقى في قرارات زي يعني ايه، زي الناس، زي الاتحادات الطبيعيه، قرارات حاسمه مع من يخالف. اللوائح الجديده اللي اتطبقت للدوري الجديد تطبق على كل المسابقات وتطبق فعليا، ومفيش بمكيال بمكيالين زي ما بيقولوا. اي حد يغلط يتعاقب، مفيش حد كبير على اللوائح والقوانين عشان ما نوصلش للمنظر اللي احنا شايفينه الوضع اللي احنا فيه. في نهايه الحلقه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو، ولو مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمة الله.